من ساعة ما الدوري توقف في شهر 2 الاسماعيلي ما فيش أي مباراة رسمية، فطبعا مع بداية اللقاءات والاسماعيلي كان عمل ماتشات كتير في الودية في القاهرة. بتروح لعمر جمال، عمر جمال بيحاول بيشوط واحدة حلوة قوي، واو تسديدة جامدة جدا من عمر جمال، وهدف الأول للنادي الاسماعيلي بشماله بتروح في المقص الأيسر لأحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك. الهدف الأول زي ما احنا شايفين فرحة جماهير النادي الاسماعيلي، والهدف الأول في الدقيقة 16 من بداية الشوط الأول وبداية المباراة، وهدف جميل جدا. زي ما قلت لكم النادي الاسماعيلي بيلعب على الهجمات المرتدة، وحصل خطأ من نص ملعب نادي الزمالك، راحت لعمر جمال اللي حطها بشماله في الزاوية البعيدة زي ما احنا شايفين، وراحت بشكل حلو جدا. حاول احمد الشناوي عمل التراي بتاعه لكن راحت في الزاوية البعيدة في حتة صعبة قوي، والهدف الأول للنادي الاسماعيلي في الدقيقة 16 يا كابتن أحمد. ودي اخطر هجمه اتعملت يا كابتن كريم. انت الزمالك كان ماسك كوره تعداد هجماته، انما الخطوره كانت على صبحي معدومه، وانت عددت الضربات الركنيه، ومن اول تصوير بين الثلاث خشبات شفنا اول جون في المباراه، ونتمنى الاداء يستمر على الوتيره دي وهجمات خطيره.